العب وياك الشوط الاول بس اسمعني خليك كمل. انا قلت لك مبروك، انا قلت انا نفسي مبروك صح ولا لا؟ لا بس في اشياء لازم نوضحها. انا لعب وياك بين ارضك وبين جمهورك، وانا الشوط الاول لازم اطلع فايز 4 صح ولا لا؟ صح. متفقين ولا لا؟ ما قلنا شيء. صار عندي تبديل اضطراري، طلع من عندي مهاجم ونزل مهاجم بعد مو جاهز بدنيا. وين انت منتخب العراق رايح كاس العالم ما عندك تبديلات؟ مو جاهز بدنيا. شو هذا خلاص نهايه يمتحن في الملحق. لاعب مثل ايمن شو تريدني يعني ما اجيبه ما اقول له والله انت لا جيبه لعبته. جيبه لعبته لعبه وادى الولد. ليش تلعبه؟ لعبه لا اجواء المنافسه حق المباراه الجايه. تاج الفريق جاهزه ثاني شيء شو تجازوا انتم ماخذين مباراه سهله؟ شوف جازوا وما جازوا. انت تتخيل احنا نفكر بهاي المباراه؟ نفكر هنا لا يمي. لا انتم اعطونا حقنا. شوف انا اعطيتك حقك ابو سعيد حقنا مداخله الشوط الثاني شوف سقطوا. انا كابتن ما وقفت معك. لا بالعكس ما نتفق معك كابتن. ما نتفق معك. الموضوع سهل واللاعبين ابطال ما انهاروا. سجلت عليهم انت؟ انا اختصر لك بس ما وصلوا مرمايه. انا اختصر لك شباب لاعبين ادوا شكلت خطوره عليهم. مايد ما خلونا نتكلم. لا اسمع بس لو سمحتوا جزء الجهه اليسرى دقيقه تفضل. الموضوع البدني باختصار يا شباب خالد باختصار قلنا ان المنتخب الاماراتي ما تفوق في مجمل المباراه، تفوق في عمليه انه بدا يضغط الشوط الثاني، يضغط في وسط ملعب المنتخب العراقي ويقطع كره يوصل الجول بسرعه من خلال تسديد وغيره. هذا السلاح اللي كان فاقده المنتخب الاماراتي الشوط الاول. شكرا اشكرك كابتن. اي مجهود بدني عالي يعني هسه انا بذلت مجهود شو يصير فيه؟ اطيح. لا مو اطيح. خفض مستواي. لا ما ينخفض مستواي، تعب يسموه التعب. تعب ايش انخفاض مستوى؟ حبيبي اسمعني مو هي شيء يتبع شيء. اي مجهود عالي يسبب التعب اوريدي، لان عندك انت رئتين وقلب وجهاز تنفسي وعمليه ضخ. هذه العمليه تستنزف من الرياضي او لاعب كره القدم كثير من طاقته. شلون يعوضها هو اثناء المباراه وتحت ضغط؟ ما يقدر يعوضها، يحتاج الى فتره استشفاء اثناء المباراه. ممكن ازيد ايقاع اللعب او اخفض ايقاع اللعب حتى اتنفس. في بعض الاحيان اغتصاب بالجهد يسمونه. نعم اركض ب70 متر احسن ولا اركض ب50 متر وانا لا العب شوف لكن انخفاض مستوى بدني. لا مو صح ولا لا؟ اسمح لي يا رواس الله يخليك خليني افهمك اياها لو سمحتوا. تفضل. اذا انا احتاج الى انه اصغر المساحه حتى اقلل الجهد والضغط العالي واضغط في مساحات متقاربه، ما اوسع الملعب. واحنا ذكرناها البارحه، قلنا انه العراق ما يجازف كثير ويفتح ولا يلعب دفاع منخفض كثير ويغلق. فهذا السبب الرئيسي في عمليه تراجع الفريق العراقي، الحفاظ على المساحات الضيقه وعدم فسح المجال. مثل ما ذكر ابو محمد انه ما صار حاله عندنا انفراد ولا وحده، ممكن يصير تسديده من خارج الجزاء. يعني ما في انخفاض بدني؟ ممكن انت ذكرتها في حديثك. لا هاي لما يصير الجهد والتعب يسمى اقتصاد بالجهد. بعد مساحه صغيره يسمى اقتصاد بالجهد. يا كابتن ما اعرف اسمك لكن انت قلتها بالجهد. جميل محمود. جميل محمود قلت انت في انخفاض بدني وغيرت الحين رايك. لا هو يسموه في علميا. تحليل قلت من سمعك علميا انا اقول لك اياها، اقول لك اي مجهود عالي يا اخي ما دام مجهود عالي التعب. ليش ما والتعب هو جزء من الحاله البدنيه. ما دام في تعب منتخب العراق معناه مجهوده البدني مش قوي. اذا شو يسوي؟ الامارات اقوى. ما في لاعب يوصل منتخب عراقي وهو مجهز فت بدنيا 100. لا نحن معانا في حتى في التشريط انتم كنتوا معانا، كنتوا بدني قوي، كنتوا صعدتوا من اول كاس العالم. انا بشوفك يمكن لانه ما عندهم لاعب اسمر. طيب شباب جمال في كرة القدم في جانبين، جانب دفاعي وجانب هجومي. عشان تتميز في المباراة لازم تكون جيد في الجانبين، في الجانب الدفاعي وفي الجانب الهجومي. اليوم منتخب الإمارات الشوط الأول كانت في أفضلية عراقية واضحة. ليش؟ لأن كانت في أخطاء دفاعية حصلوها منتخب العراق وما قدروا يستغلونها، وكان ممكن يستغلونها وتطلع النتيجة كارثية في الشوط الأول. الشوط الثاني انعدمت هاي الأخطاء على المستوى الفردي اللي أخطاء المدافعين في التمركز أو في المنظومة الدفاعية، بالإضافة إلى عدم ارتكاب الأخطاء اللي هي الفاولات. أنا قلتها في ما قدر يهاجمك لأنه لا هم كان العراق يوصل منتخب الإمارات يعني واضح في المرحلة الأخيرة يعاني في الركلات الثابتة، سواء اللي له او اللي عليه، ما استفاد من الكرات الثابته ابدا اللي كانت معه، وبالاضافه للكرات الثابته تشكل خطوره. الشوط الثاني ما كانت في فاول. لو تتذكرون الشوط كله ما كان في فاولات على منتخب الامارات. صحيح. يعني يمكن كوزمن حذر من هذا الشيء، أكيد حذرهم أكيد. لا ترتكب فاولات لان نحن ضعيفين في هذه الناحيه. لذلك منتخب العراق في الشوط الثاني وبعد التغييرات اللي صار افضل منتخب الامارات في الشوط الثاني، والمباراه راح عموما انا اشوف ان انت ما خسرت على ظل هاي الظروف اللي في الشوط الاول في بلادك. اعتقد انها حاليا وفقا على معطيات الشوط الاول نعم المباراه متاحه للفريقين.